في ايه طيب؟ وهنا كان لازم اتدخل واشرح لكم انا ليه جبت كتة على ملا وشها كده. والحقيقه اني جبتها علشان احط خطه معاها لاستعداد البيت للكريسماس. ليه بقى يا جماعه؟ هنا زي ما هو واضح اني بشرح لها ان قد ايه البيت ما فيهوش اي روح للكريسماس ولا استعداد، ودايما بقول لها ان احنا بيتي وبيتك بيبقى يعني بيستعد للكريسماس واجواء الكريسماس في اخر لحظه، لدرجه اصلا احنا بنعدي الكريسماس وبعد كده بنزينه. فقلت لها لا، لازم المره دي نستعد. وزي ما انتم شايفين البيت مش مستعد خالص، وماما مغطيه الكنب، ما تفهموش غلط، عشان لما ننضف وكده ما يتطربش، لان الكنب عندنا غامق زي ما انتم هتشوفوا. وكنت هنا يا جماعه سايباني وبتعزف، وطبعا ما سكتش زي ما انتم شايفين، وقومتها تكمل معايا. وطبعا هي بتعمل لي دايما فقرات الساحر وكده. فهنا انا طبعا اتعصبت عليها، بقول لها نضفي ما تشيليش بس الملايات مش عارفه ايه، خبطي كده زي ما انتم شايفين. وهنا هي تعبت من كتر التنظيف. والحقيقه المره دي يا جماعه قررت ان انا احط لمسات جديده للكريسماس. تغمضي عينيكي. خير؟ لا غمضي عينيكي بجد. لا انا عارفه الحركات دي كويس، مستحيل. ما تخافيش بس ما تخافيش. ماشي يلا افتحي. ايه ده؟ والحقيقه يا جماعه ان انا فاجئت كتة في ناس بتقول عليها بقى بياضات، في ناس بتقول عليها فرط، في ناس بتقول عليها فوط الانتريه، مش متاكده ايه من اسمها يعني. بس عموما الاشكال دي بتاعت الكريسماس بصراحه بهرتني، وفاجئت كتة وبهرتها، عجبتها جدا. وحقيقي يا جماعه يعني على الرغم ان هي لمسات بسيطه، بس ودت جو البيت في حته تاني خالص. وطبعا مش هعلق على اللي كنت بتعمله بس يكفيني اقول لكم ان ده من انبساطها وفرحتها بالطقم. يعني بجد يا جماعه بصوا واضح عليها اكيد الانبهار. يعني عايزه اقول لكم على حاجه، احنا ما حطيناش زينه خالص، كفايه الطقم ده هو لوحده يتحدث عن الكريسماس بجد. بس حلو قوي على كده. الحمد لله خلصنا. انتي مش شايفه لسه اللي ورانا؟ لا ده مع نفسك بقى. طب الكياس دي في الباسكت ولا احطها فين؟ وهنا كنت يا جماعه مسكينه كانت مفكره ان هي هتفلسع وتسيبني، لكن على مين خليتها طبعا تكمل معايا. السفره، نظفنا السفره وجهزناها علشان تستقبل مفرش الكريسماس اللي هيكمل الطقم. وقولوا لي ايه رايكم في العقد النور ده، عشان انا اللي عاملاه يا جماعه. وهنا حسينا ان احنا اتممنا المهمه على خير وسلام. وطبعا مش هوصيكم لازم تحبوا معايا المنظر وتقولوا لي واو بجد. يعني حاسه الانتريه والسفره مع بعض مكملين كده يا جماعه المنظر بجد. اخيرا خلصت منك يا ايفا. اكيد انا بتهيألي. لا الجرس بيرن بجد. ايوه ايه ده يا غالي؟ ايه ده؟ مع الف سلامه. انت كنت استني ده هدايا ليكي. وهنا كنت بزغلل عينيها زي ما انتم شايفين كده. عمر انا كنت بهزر وهروح. لا خلاص عشان خاطري. خلاص عشان خاطري. خلاص ما كمل اول بقى يا كتة. وبدأنا بقى دلوقتي شغل عند كتة. المفرش يا جماعة حلوة قوي قوي. عجبها طبعا خالص الدرجات. انا منقيه كل حاجة على بذوقي، بس قولوا لي طبعا المفرش والطقم بتاعنا احنا احلى انا اخترت درجات تمشي برضو مع انتريه كتة، ما كانش ينفع الاحمر وكده. وحقيقي الاخضر هتشوفوا الطقم في الاخر بصوا فظيع بجد يا جماعه. يعني نصيحه مني، اعملوا الاطقم دي في اعياد الكريسماس. وطبعا خامتها حلوه قوي وبتتغسل، يعني هتفضل معاكم كل كريسماس. والبنوته اللي جبت منها يا جماعه عندها درجات واشكال ورسومات تاني كتير جدا، كلهم احلى من بعض. انا كنت محتاره اعمل ايه ولا ايه. بس حقيقي ندمانه ان ما عملتش اطقم الكريسماس دي من بدري، لان قد ايه بتدي اجواء العيد والاحتفال لا بتدي بصراحه احساس تاني في البيت. كنت نفسها بهرها جدا. وطبعا اي حاجه عندها بتطلبوها بالمقاسات، يعني عايزين مقاس معين، عايزين طول معين، عرض معين للسفره، تقدروا تقصوا لكم اللي انتوا عايزينه. والحقيقه كنت طبعا كان عاجبها قوي الشكل ده، فعملت منه ملايه بيبقى معاها اللي هو مخده الصغيره والمخده الكبيره. وما تركزوش في الباب السلك ده يا جماعه، لان انتوا عارفين كنت لسه معزله وكده، فما تركزوش في التفاصيل دي. انا بقى يا جماعه طلبت اطقم تاني منها من نوعيه تاني. هي عندها على فكره انواع كتير، دي بتبقى اللي هي في العلب. بصوا انا لو قلت لكم مدى انبهاري بالخامه مش هتستوعبوا.
حقيقي خامة تحفة، قطن ناعمة جدا، الألوان بتاعتها تحفة. طبعا انتوا هتشوفوا دلوقتي كل التفاصيل دي. فمتاع عندها ده، ومتاع عندها حاجات الكريسماس. ده يا جماعة قطن العمرية اللي هو خامته عالية جدا جدا. بصراحة كل المنتجات عندها تحفة. وطبعا ما تنسوش تبصوا في أول كومنت عشان في حاجات للإيفوية مخصوص. وقولوا لي يا جماعة ان الطقم بتاعي برضو أحلى، وجاملوني على حساب كتة. بس خلوني اقول لكم بجد ان الاطقم كلها ادت مود مختلف تماما للبيت. وان الخامات عجبتني جدا جدا. وان الحاجات دي يا جماعة اهم من الزينة. عايزه اقول لكم يا جماعه، انا من جمال السعر والخامه طلبت اوردر تاني من الملايات دي، بجد مبهره.